كلنا أكيد عارفين قصة حياة أحمد زكي مع مراته هالة فؤاد وابنه هيثم ورحلة علاجه لحد ما توفى. لما تصدر كتابه في الأسواق اسمه أحمد زكي 86 اتكلم عن فتور علاقته أحمد زكي مع أهله وخصوصا والدته السيدة رتيبة. وطبعا بعد ما قرأنا الكتاب اتصدمنا جدا لأن والدته كانت رافضة إنها تعيش معاه وإن نحس إن علاقته بوالدته ما كانتش كويسة بعد وفاة والده وهو صغير. كمان زارته والدته في الفترة مرضه مرة واحدة بس. بدأ الشكوك جوانا. تعالوا النهاردة نقول لكم حكايته مع أهله وطبيعة علاقته مع والدته والسبب الحقيقي اللي خلاها ترفض تيجي القاهرة تعيش معاه. وكمان هوريكم صور نادرة جدا لوالدته وإخواته كمان وهتشوفوها لأول مرة. تابعونا لآخر الفيديو. في سنة 2012 صدر كتاب في الأسواق الكاتب الصحفي محمد توفيق وكان اسمه أحمد زكي 86. وبعد كم يوم من الكتاب ده بقى حديث الشارع المصري كله لأنه بيتكلم عن علاقة أحمد زكي بأهله وتحديدا والدته لأن ما كانش بر بيها. وبيتكلم عن أحمد زكي عاش يتيم طول عمره بسبب زواج والدته بعد رحيل والده وبعدها سافر للقاهرة وقطع علاقته بيها وعاش طول عمره وهو حاسس انه اتخلت عنه. وطبعا الجمهور كله اتضايق جدا وكمان مصدوم لحد ما خرجت منى زكي اخت احمد زكي وكشفت الحقيقة وقالت محدش يعرف احمد اخويا قدنا وكل اللي اتنشر ده في الكتاب افتراء وكده. وقالت السبب الحقيقي لأول مرة للجمهور عن سبب رفض والدتها الإقامة مع أخوها في القاهرة بالرغم من الإلحاح عليها بالاستمرار. وده لأن سيدة متدينة وملتزمة بالصلاة والعبادة والحج والعمرة وما كانتش بتحب تختلط بالوسط الفني وتحب تعيش في هدوء وبساطة. وقالت كمان في مداخلة تليفونية إنها تقاضي الكاتب محمد توفيق مؤلف الكتاب لأنه اتكلم عن حياته الشخصية لأخوها بالكذب ومش حقيقي. وبالرغم من إن أخوها فنان كبير وشخصية عامة وكمان لازم يتم التحري عنه بدقة في كل حرف بيكتبه. وأكدت منى إن الكتاب المعلومات كتير خاطئة منها إن والدته ما كانتش بره بيه واديته لسيدة تانية تربيه وتخلت عنه كمان. الكاتب أكد إن أحمد زكي رفض يقابل والدته لما كان محجوز في المستشفى وده بقى على العكس الحقيقي تماما لأن كانت معاه آخر لحظة ما كانتش بتسيب إيده. والمخرج شريف عرفة والفنانة رغدة وكمال أبو ريا كمان شاهدين على كلامها. ومش بس كده ده أكدت كمان إن أخوها لما كان بيزورهم في البلد كان بيروح ليهم متخفي وبلبس جلابية بلدي لأن أهل البلد كانوا بيتلموا عليه وبيكسروا العربية لما راح لها أكتر من مرة. وقالت إن أول لما كان بيدخل عليها بيحضنها وبيبوس إيديها وبينام على رجليها كمان. وبعد سلسلة الاتهامات طلع الكاتب محمد توفيق ودافع عن نفسه وقال كتاب ما فيهوش أي إساءة لأسرة أحمد زكي، الموضوع مش مستاهل إنه يقادوه. وكمان قالوا إن ما اتكلمتش نهائي عن حياته وكل الموضوع كان بالتفصيل حياته سنة 1986. وكمان البطل الرئيسي في الكتاب هو فيلم البريق اللي حكى من خلاله قصة أحمد زكي ووجوده في المستشفى في السنة دي تحديدا. كان طالب يواجه أسرة أحمد زكي وأكد إنه ما ظهرش والدته غير 4 مرات بس في الكتاب وطلب منهم طلب أخير أتمنى تقرأوا الكتاب. وأول ظهور للسيدة رتيبة والدة أحمد زكي قالت أحمد ابني كان النسمة اللي بتنفسها، كان طفل هادي ملهوش طلبات وكان بيفضل سرحان لفترة طويلة وكنت حاسة دايما إنه مختلف عن الباقي الأطفال اللي في سنه. وقالت كمان أنا كنت بخاف عليه دايما وكنت حاسة إنه ابن موت. وأكدت إنها كانت متأكدة إنه هيكون له مستقبل كبير وهو صغير لأنه كان في شيء جواه عايزه بيدور عليه. وأكدت السيدة رتيبة إن أحمد طلب منها تستقر معاه في القاهرة بس هي رفضت. كمان قالت أنا عمر علاقتي ما انقطعت بيه أبدا ولما طلبها في مرضه الأخير راحت وطلب منها تدعيله لأنه كان بر بيها وبإخواته وطلعها الحجة على نفقته 17 مرة. وأكدت إن قلبها وربها راضيين عنه في حياته ومماته. وكشفت عن سر بينهم لما شاف يسرى لابسة سلسلة عليها لا إله إلا الله فطلب منها تشتري نسخة منها وأهداها لوالدته.
والغريب إن فص الياقوت اللي كان فيها وقع منها يوم وفاة أحمد، وفي اللحظة دي قلبها انقبض وحست بنهاية ابنها، وقالت ابني مات. وجالها الخبر وفاته بعدها ب3 ساعات. رحم الله الفنان أحمد زكي وأسكنه فسيح جناته.